لازم تشرب. أعزائي المتابعين، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، ويلا بينا هحكي لكم اللي حصل معايا في هولندا. وقبل ما احكي لكم اللي حصل، انا الفيديو ده لسه ما حطيتلوش اسم، ولكن انا ناوي اسميه يا اما اكذوبة امستردام يا اما عيوب امستردام. لسه لحد دلوقتي ما رستش، ولكن عيوب امستردام طلعت اكتر بكتير من مميزاتها. عارفين هولندا؟ بس عارفينها وكل حاجة. وتعالوا احكي لكم الحكاية من اول ما اتحركنا من سويسرا ورحنا على امستردام. تجربتي المرة دي كانت مختلفة جدا، لأن كان للأسف توقيت أعياد وكان كل حاجة غالية جدا. والساعة 5 المغرب بالظبط اتحركنا من سويسرا باتجاه أمستردام، وللأسف لا كنت حاجز أوتيل ولا كنت حاجز أي حاجة. وقلت في الطريق وإحنا ماشيين لما حد يبدل معايا هقعد على الأبليكيشن وأحجز أوتيل، بس يكون أهم حاجة يكون في السنتر. وهنا كانت الصدمة. أقل غرفة لقيتها في السنتر في اليوم ده كانت عاملة 600 فرنك، وده كان رقم كبير جدا بالنسبة لي، ولكن ده كان بسبب عيد الفصح. وكانت امستردام زحمه جدا ومفيش مكان فاضي، مفيش نفس. وكانت المسافه من عندي من سويسرا لحد امستردام 9 ساعات سواقه. وبصراحه كنت محبط جدا، لان طول الطريق عمال ادور على اوتيلات، عمال ادور. كان اقل حاجه بقول لكم 600 فرنك. الغريب اللي انا كنت مستغرب له ان كان في غرف ب 3000 يورو في الليله. يا جماعه طب ليه؟ انا مستغرب ليه الاسعار دي في امستردام؟ احنا بنقول ان سويسرا غاليه. الوقت كان بيعدي بسرعه، وكان لازم افكر بسرعه هعمل ايه. فكرت ان انا اشوف اوتيل يكون بعيد عن المدينه، لان انا كده كده معايا العربيه. وبالفعل لقيت بيت، وكان بيت جميل جدا وكل حاجه، وحجزته خلاص تمام وكل حاجه اوكي. ولكن كان عن طريق اير بي ام بي، وكان لازم الهوست يقبل عشان اقدر اروح، لان انا ما ردش عليا. وقعدت ابعت له في مسجات ما ردش. كلمت الاير بي ام بي قلت لهم يا جماعه حاولوا هم يتواصلوا، قالوا لي خلاص الوقت اتاخر وما نقدرش نتواصل معاهم بعد الساعه 10. ده غير ان هم ساحبين الفلوس كمان. ممكن انت تروح تحجز اوتيل تاني فالست تقبل الحجز اللي انت عملته ده، فهتبقى انت حجزت مكانين في نفس الوقت، وانت كده كده مش هتستخدم غير واحد بس. فكان الموضوع محبط للغايه، وكانت البدايه كده بصراحه مبشره بسفريه مش احلى حاجه. هو حاولت اتواصل مع خدمه العملاء، طب يا جماعه كنسلوا لي الحجز عشان اقدر احجز مكان تاني او اقدر اتصرف هشوف هعمل ايه. فهم قالوا لي للاسف احنا ما نقدرش نكنسل، لازم ننتظر الست يا اما تقبل يا اما ترفض الحجز عشان الفلوس ما تتخصمش. كنا خلاص بقى قربنا لمدينه دوزلدورف الالمانيه، وهي قريبه بالمناسبه، قريبه من هولندا. فقلت خلاص بقى احنا نشوف اي مكان فيها نبات، يعني نشوف اي شقه نبات فيها لحد بكره، نصحى الصبح بقى نروح امستردام، لان خلاص كنا مرهقين جدا طبعا. فلقينا شقه مريحه جدا وكانت جميله جدا. بس اتعلمت من الدرس بقى. كلمت الاول صاحبه الشقه وقلت لها هل انت متاحه ان انا احجز ولا ما احجزش؟ فقالت لي احجز تمام. فحجزت. كانت ست جميله جدا، وكانت بصراحه ذوق جدا، وراحت عملت كل حاجه. طبعا ده غير ان الشقه كانت ايجارها 80 يورو بس في الليله، وده كان رقم جميل جدا على نظافه الشقه وحلاوتها بصراحه. دوشة؟ دوشة ايه؟ لا مش دوشة خالص. مش بتفرج الناس على البيت. اتفضل. بتفرجوا على البيت. ورتبنا الشقة زي ما كانت وطلعنا عشان نفطر. واحنا قاعدين بنفطر طلعت التليفون وقعدت ادور بقى على اي اوتيل موجود حتى بعيد، يكون بعيد عن وسط البلد في امستردام. فالحمد لله لقيت اوتيل، ولكن كان بعيد 40 دقيقة عن السنتر. طبعا انت تحس انه وقت كبير، ولكن هو بالنسبة لاوروبا مش وقت كتير ولا حاجة. وبصراحة انا كنت شايف ان الفرق في الفلوس يستاهل ان انا امشي المسافة دي كلها. كانت الغرفة السنجل عاملة 100 يورو. وصلنا امستردام بقى على الساعة 12 الظهر، وقلنا نطلع على الاوتيل نشوف الاوتيل ممكن يدخلونا. تشيك ان كان الساعه 3 العصر، ولكن احنا قلنا ايه هنروح نجرب يمكن يدخلنا. فقال لنا لا الغرف لسه مش جاهزه وهنضطر نستنى لحد الساعه 3. فقلنا لا مش هنستنى للساعه 3 ولا حاجه، احنا هناخد بعضنا وننزل على امستردام سيتي ونشوف بقى الاجواء هناك عامله ازاي. وهناك بقى كانت المفاجاه. اقل باركنج شفناه كان ب 6 فرنك للساعه، وده طبعا رقم كبير جدا لان احنا هنطول في وسط البلد وهنقعد كتير. كان في مكان تاني ب7 وفي مكان ب10. الاسعار بصراحه كانت غاليه جدا، وكانت
صدمه كبيره جدا ان انا كنت دايما اسمع ان سويسرا اغلى دوله في العالم، وكان في الوقت ده بقى احنا خلاص ابتدينا نجوع وجعانين، وكان في حد مرشح لي مطعم جميل جدا بيعمل اكل عربي، وكان بصراحه اختيار مميز جدا. لسه واصلين هولندا حالا، بعيد 25 دقيقه بالترام من وسط البلد، مغامرات كتير. كان الاكل بصراحه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي حاجه ولا اروع ولا اجمل. وهنا بقى ابتديت ان انا اغير فكرتي شويه عن المدينه، قلت لا ده الدنيا ابتدت تحلو، الدنيا ابتدت تنور قدامنا هون، مش كل حاجه سيئه ولا حاجه، فان شاء الله هنلاقي حاجات كتير حلوه. عيش تحفه. بابا غنوج معمول بطريقه حلوه مختلف. وصل الطبق بتاعي يا جماعه بقى الجميل، بس اول مره اكل شيش يبقى معاه رز شعريه. بدايه مبشره بصراحه في هولندا، الاكل كان تحفه جدا، مش اعلان، انا بروح اكل في اي مطعم بدفع فلوسي وبمشي، عشان لما احب اقول حاجه على الاكل بقول بكل ضمير، وبقول الاكل حلو او الاكل وحش، ما عنديش انا شغل اكل ببلاش ده، لان انا شايفها حاجه حرام جدا يعني. وبعد ما خلصنا الاكل في المطعم قلنا بقى ان احنا ممكن نركن العربيه هنا وننزل بالترام بدل ما ننزل وسط البلد، لان الفرق في اسعار الباركينج ما بين وسط البلد والمكان اللي احنا كنا فيه كان الفرق كبير جدا، من 1.5 ل 2 يورو في الساعه، وده كان رقم مناسب جدا لينا بصراحه يعني. فركننا العربيه هناك ونزلنا وسط البلد بالترام. امستردام امستردام بصراحه زحمه غريبه، باركينج مفيش باركينج غالي جدا. لو في وسط السيتي اغلى من سويسرا، الناس بتقعد تقول سويسرا غاليه سويسرا غاليه، سويسرا دي اللي غاليه، هولندا اللي غاليه. فما كانش في حل تاني غير ان احنا نطلع بره السيتي بشويه ونركن العربيه. ركنت العربيه في مكان، وبعد ما نخلص في السيتي نرجع ناخد العربيه من هنا. السايقه الترام محجبه ما شاء الله، وكانت اجمل حاجه عملناها ان احنا ننزل بالترام، لان بصراحه كان الترام كمان طول ما احنا ماشيين بنشوف اماكن حلوه، بنشوف ناس، بنشوف اجواء جميله جدا ما بشوفهاش طبعا في سويسرا، ما بشوفش الزحمه الكتير دي قوي في سويسرا. كانت مديه طابع كده للرحله جميل جدا بصراحه، الحركه بتاعت الناس والمطاعم والمحلات شغاله لا، والغريب ايه بقى، المكان اللي كان فيه المطعم ده كان كله تحس ان هو فيه ناس عرب كتير عايشه، فكان في محلات بتبيع، لقيت محل بيبيع خمار، لقيت محل بيبيع اللي هو الاسدال، فكنت مستغرب جدا ان في محل كامل بيبيع لبس محجبات. صراحه كانت صدمه بالنسبه لي، لان طبعا احنا عارفين ان هولندا بلد الايه وبلد الايه، فان انت تروح تلاقي في مكان تاني غير المكان اللي انت عارفه. كانت الميزه كمان ان انت تقدر تدفع على طول بالكريدت كارد بتاعتك، مش لازم تروح تشتري تيكت. ولكن كانت الصدمه مش هنا خالص، الصدمه كانت ان اللي سايقه الترام ست محجبه وماشيه بكل ثقه، بصراحه كانت حاجه روعه يعني. اهم حاجه اوعى تنسى ان انت تعمل سكان وانت طالع وانت نازل كمان، عشان لو انت نزلت وما عملتش سكان هيفضل يعد عليك فلوس كتير، لان هيفتكر ان انت لسه موجود جوه الترام. ونزلنا من الترام في محطه امستردام الرئيسيه. ايه الزحمه دي يا جماعه والناس دي كلها، في هيجان غريب بصراحه. كان الفضول واكلني جدا، انا عايز اروح اشوف ايه شوارع الدعاره وايه شوارع المخدرات، انا عايز اروح اتفرج، اروح اشوف الناس دي ماشيه ازاي الحياه ماشيه هناك. تقريبا ده اكتر مكان سياحي مكتظ بالناس. يفتح الريحه يا جماعه، رائحة مخدرات تفوح من كل الجوانب، من كل الجوانب عمال اشم وربنا يسترها بقى، عشان انا راسي خفيفة قوي يعني. رحت مرة بالنهار ورحت مرة بالليل، قلت عشان اشوف الفرق ايه. الفضول كان مسيطر عليا بصراحة. وبعد ما خدنا جولتنا في الشوارع الخطر دي اللي ما انصحش ان اي حد يروحها بصراحة يعني، رحنا بقى ركبنا من عند المحطة، عدينا الناحية التانية، في هناك معدية مجانية بتقدر تركبها، عدينا هناك للبر التاني ورحنا عند مكان اسمه ادام لوك، مش عارف بصراحة بتتنطق ازاي، ولكن كان المكان جميل جدا، عباره عن برج كبير كده وفي فوق بانوراما بتقدر تشوف امستردام كلها من فوق، لان امستردام كلها اصلا هولندا كلها مسطحه، فانت من اي مكان عالي تقدر تشوف الدوله كلها يعني. ولكن انا للاسف ما طلعتش لان كان في طابور تحت يجيب صداع، كان طابور تقريبا عشان اقف فيه محتاج لي يومين ثلاثه وانا ما معيش وقت. البرج من فوق فيه مرجحه بقى جميله منك للهواء، انت لو طلعت طلعه زياده كده هتلاقي نفسك واقع في الهواء. طبعا بهزر، الموضوع اكيد فيه وسائل حمايه كبيره يعني. الى حد ما كنت مبسوط جدا في الرحله بصراحه، وطلعت الدرون وشفت المدينه من فوق. قلنا بقى نروح نقعد في مكان ناكل سناكس ونشرب حاجه، رحنا قعدنا في مكان اكلنا بطاطس ساعتهم كانت جميله جدا بصراحه، كان طعمها حلو جدا، شربنا مشروب وبعد كده خدنا المعديه ورجعنا تاني. اعزائي المشاهدين، هولندا جميله بس ما تجيش في الزحمه. وهنا بقى كان اجمل مكان تقريبا رحته في هولندا.
بعد ما وصلنا للعربيه اخدناها وطلعنا على قريه اسمها فولندام. تناسق البيوت مع الميه ويخوت كتير، المكان كان جميل جدا وشكل البيوت رائع زي ما انتم شايفين كده، حاجه غريبه. كانت حاجه جميله بالنسبه لي يعني، حاجه بجد كانت احلى حاجه عجبتني تقريبا في هولندا. مكان معمول صح، البيوت كلها متناسقه بشكل معموله بالمسطره، في طاحونه كده كانت جميله كده، تحس ان هي من زمن تاني. حاجه كانت رجعتني لسنين كده، للصور اللي كنت بشوفها زمان عن هولندا، بعيد بقى عن السيتي والمطاعم ريحه السمك بتطلع منها. الاجمل من كده كمان غروب الشمس هناك كانت حاجه ساحره. الغروب كان بقى نازل علينا كده واحنا ماشيين بالعربيه، كان روعه بجد. انصح اي حد هيروح هولندا لازم يروح المكان ده. قريه فولندام دي ما ينفعش ما تبقاش موجوده في البرنامج بتاعك في هولندا. وبعد ما سيبنا قريه فولندام ومشينا، وبالمناسبه انا سبت قلبي هناك، انا هنا موجود بلا قلب صراحه، المكان خطف قلبي. قلنا يلا هنطلع على الاوتيل نغير هدومنا ونستعد بقى للسهره الجميله، هنشوف هنروح نعمل ايه. الاوتيل كان جميل جدا، كان مكان خضار في خضار وصوت العصافير كان جميل جدا، وكان المكان هادي جدا. واحلى حاجه فيه ان كان فيه مرجيحه عاليه جدا مربوطه في الشجره. الغرف بتاعته كانت ضيقه ولكن كانت مناسبه جدا لشخص واحد، انا ما كنتش متضايق منها بصراحه. احنا استلمنا الغرف واخدنا دش ونزلنا على طول على السيتي نشوف بقى ايه الاجواء بالليل عامله ازاي. انا بصراحه ما كنتش مبسوط هناك، بنت بتبيع نفسها لمقابل المال، دي مش حاجه كويسه ولا حتى حقوق المراه ترضى بكده. واول ما وصلنا الشارع الاحمر لقيت المدينه اتحولت لمكان كله عباره عن دعاره ومخدرات وشرطه في كل الاماكن وزحمه هنا وزحمه هنا. كان الموضوع غريب جدا، ازاي المدينه اتحولت للكلام ده؟ في ايه اللي حصل؟ ازاي ممكن واحده تعرض نفسها في فاترينا عشان الفلوس؟ الموضوع كان بجد صدمه كبيره. ازاي وتشاور لك تقول لك تعالى كده، تعالى فين؟ مين المجنون اللي يدخل؟ اقول لكم على سر، انا اتسطلت من كتر ما شميت مخدرات. واول ما حسيت ان انا دخت بقى وخلاص الجو ما كانش عاجبني، قلت لاصحابي يلا بينا نروح ننام عشان نبدا بكره ان شاء الله يوم جديد ونروح مكان جديد. وتاني يوم بقى صحينا وفطرنا وطلعنا على حديقة كيكنهوف. اكبر غلطه عملتها ان انا ما كنتش حاجز تذكره وقلت اروح احجز من هناك. وتاني حاجه كان الطريق زحمه جدا 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 جدا، الطريق اللي المفروض هياخد 25 دقيقه اخدناه في ساعه وربع. ولكن بصراحه الزحمه والقرف بتاع الطريق ده كله نسيته اول ما شفت حقل كامل مليان ورد بالوان زاهيه والوان جميله. وده ما كانش الحديقه بالمناسبه، الحديقه كانت لسه قدام، هو تابع للحديقه ولكن مش جواها. ركنت على طول ورحت مطلع الدرون والمنظر كان وهمي زي ما انتم شايفين كده، حاجه بجد كانت جميله. هي دي الرحلات وهي دي المكان اللي احنا لازم نزوره، مش نروح نزور شوارع دعاره ومخدرات. ليه ربطنا هولندا على طول بالكلام ده؟ امستردام فيها اماكن كتير حلوه وهولندا فيها اماكن كتير جميله، مش بس الشارع الاحمر والشارع الاخضر والشارع البتنجاني، وانت اللي بتحدد الواجهه بتاعتك. وبصراحه الورد كان مخلي وشي مبتسم بشكل غريب، حسيت ان انا عمال اتشحن بطاقه ايجابيه جميله بجد. خلصنا بالدرون وخدنا العربيه ورايحين، المفروض بقى رايحين على الحديقه. قبل ما نوصل عند بوابه الحديقه لقينا شاشه كبيره جدا ومكتوب فيها ان التذاكر نفذت، مفيش تذاكر تاني خلاص ومفيش بيع للتذاكر تاني للاسف، مفيش نصيب ان احنا ندخل. وما كانش في ايدي حاجه تانية اعملها غير ان انا مشيت شويه بالعربيه قدام وركنت وطلعت الدرون وشفت بقى الحديقه من فوق، ما كانش عندي حل تاني. واعتقد ان انا لما شفتها من فوق هي احسن ما هشوفها من تحت بصراحه، يعني معرفش انا شايف كده. وغير كده المكان اللي انا طلعت منه الدرون كان كمان عباره عن حقل لافندر، روعه يا جماعه روعه. يعني المفروض هولندا تشتهر بالحاجه دي مش بالمخدرات والدعاره. وبعد ما خلصنا الحديقه قلنا بقى نعمل ايه؟ هننزل على وسط البلد تاني. ولكن المره دي عملنا ايه بقى؟ ركنت في نفس المكان اللي ركننا فيه اول مره واخدت الترام، ولكن المره دي ما نزلناش السنتر بقى، نزلنا قبليه بشويه ونزلنا بقى قعدنا نتجول بقى في الشوارع بتاعه امستردام الجميله. بصراحه اكتر حاجه ما عجبتنيش لون الميه، كان بصراحه حاجه مقرفه يعني، بصراحه انا بكلم بكل امانه يعني. بس بصراحه الاتموسفير جميل جدا في المدينه، اللي هو انا مكتظه بالناس يا جماعه، يعني مش عارف اتحرك، مش عارف اروح يمين ولا اروح شمال ولا اي حاجه. ولكن هي المدينه بصراحه جميله جدا. البطاطس بقى ما اقولكوش، في كل مكان هتلاقي بطاطس بتاكل بطاطس يا جماعه كلها بطاطس في كل حته بطاطس. اوحش حاجه في امستردام لون الميه بتاعتها. ولكن الحاجه الجميله ان كان الجو حيوي قوي، ناس كتير بتروح وناس بتيجي، انت بتحتك بناس كده، انت عايش في وسط الناس، دي كانت حاجه جميله بجد. وبعدين رحت اكلت حاجه اسمها ستروب وافل، دي حاجه كده عامله زي ايه، زي وافل رفيع جدا وما بينه فيه عسل او سيرب، حاجه ما بينهم كده عامله زي العسل، جميله جدا، انصحكم تجربوها، عجبتني جدا. في منها بالشوكولاته وبالفراوله، بيعملوا فيها حاجات كتير جدا. وكملنا
وانا ماشي في وسط البلد كنت هموت واركب اي حاجه بتمشي في الميه، بس صراحه لون الميه يقفل اي حد يعني. انا ما اعرف الناس اللي راكبه مراكب وماشيه في الميه دي مستمتعه بايه بصراحه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك مبسوط ان انت تبقى رافع راسك لفوق وعمال تبص على البيوت بس والوانها مش اكتر. ما تحاولش ان انت تبص في الميه ولا تحاول تبص يمينك ولا شمالك، ده رايي الشخصي ودي حاجه ممكن تعجبك انت بس هي ما عجبتنيش انا. الأخيرة دي من غير ملح صراحة تحفة، صراحة كلهم حلوين. دخلت شريت ايس كريم لقيت الراجل بيقول لي انت شكلك مصري، قلت له اه فعلا، واداني بوله زياده. بس بصوا بقى الفرق هنا في البيستاشيو، طبعا مش بيستاشيو طبيعي يعني، عشان تعرفوا الفرق ما بين اللي هو البيستاشيو الطبيعي اللي في سويسرا اللي هو بيبقى لونه مش اللون ده خالص. فقلت هنقعد بقى في مكان نشرب قهوه عشان عندنا سواقه لمده 9 ساعات لحد سويسرا، وكان الطريق طبعا اكتر حاجه شاغله بالي. وانت رايح حاجه وانت راجع حاجه ثانيه خالص يعني. وانت رايح بيبقى عندك متعه السفر ان انت رايح تتفسح بشكل عام، لكن وانت راجع بقى خلاص انت عارف ان انت راجع للبيت. صراحه القهوه كانت سيئه جدا وكانت بارده، وحتى السيرفيس كمان ما كانش احسن حاجه، لان تقريبا ما حدش بيطلب قهوه، الناس كلها بتطلب حاجات تانية. بس انا طالب قهوه لان انا محتاج اشرب قهوه، ما بشربش كحول. طب اعمل ايه؟ حد كده اجريسيف، ما كانش حد متفاهم كده ومتعاون وبتاع. تشرب ايه؟ بالراحه يا استاذ، اتكلم بالراحه، لازم تشرب يعني كان حد كده متضايق حبتين. وبصراحه دي لاحظتها في كذا مكان، اسلوبهم مش حلو في السيرفيس بصراحه. دي حاجه من الحاجات اللي لازم نقولها. ممكن للاسف الناس اللي انا قابلتها كانت كده، ممكن اكيد مش كل الناس كده، ولكن في النهايه احب ارشح لكم هولندا، بلد جميل جدا ان انت تزوره. احنا اتبسطنا جدا ومع ذلك كان الوقت قليل جدا. ان شاء الله هكرر الزياره تاني مره واثنين وثلاثه، لان هي بجد دوله تستحق ان احنا نزورها كتير. نصيحه هقولها لك ولازم تاخد بالك منها، انا لحد دلوقتي وصلني 3 رادارات، اتصورت 3 مرات و3 مخالفات، والمخالفات بتاعتهم غاليه جدا. فلو انت رايح بالعربيه امشي على مهلك والتزم بالسرعه، عشان انا للاسف ما كنتش ملتزم بالسرعه ومتفاهم ان انا لازم ادفع المخالفات. ما تروحش في اوقات الاعياد، روح دايما في اوقات ما بقاش فيها اعياد، عشان هتلاقي الاسعار غاليه جدا وهتلاقي البلد زحمه جدا ومش هتعرف تستمتع. فانا برشح لك ان انت تروح امستردام دي كده في وقت رايق وتروح تستمتع باجازه جميله. امستردام محتاج على الاقل 5 ايام عشان تستمتع فيها. في نهايه الفيديو مش عايزك تبقى متضايق مني ان انا اتكلمت عن الدعاره او المخدرات، انا يعتبر لسه جديد على اليوتيوب وبعمل فيديوهات جديده، فلسه ما عنديش عدد متابعين كتير، فمحتاج ناس كتير تدعمني ومحتاج ناس كتير تعمل لايكات وتكتب كومنتات، فمش عايزك تكون متضايق. خلصت رحلتنا بسرعه وخلاص هنودع امستردام، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ما تنساش لو انت مش موجود عندي على القناه اتمنى ان انت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتكتب تعليق تقول لي انت ايه عجبك وايه اللي ما عجبكش في الفيديو. امستردام حلوه جدا وجميله جدا وفيها ناس كتير جدا لو انت بتحب الزحمه والدوشه وكده، ولكن انا بصراحه ما حبيتش ان هي كانت زحمه جدا. ولكن لو هتسالني هكرر الزياره، اكيد طبعا هكرر الزياره ومرات كتير جدا، لان هي بجد مدينه جميله جدا. وكفايه الناس دي، الناس اللي حواليك دي كلها محسسينك ان انت في ونس دايما. اتمنى ان انت تكون وصلت معايا لنهايه الفيديو، وبتمنى منك دلوقتي تدخل على القناه وتدور على الفيديوهات القديمه، هتلاقي فيديوهات كتير تعجبك. اتمنى اشوفك كل يوم على القناه واشوف كومنتاتك واشوف لايكاتك واشوف شيراتك الجميله، وان شاء الله هرد على كل الكومنتات، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.